ناس كتير بتفتكر إن الاستغناء ضعف أو هروب، لكن الحقيقة إن الاستغناء غالبا بيجي بعد تعب طويل، بعد محاولات فشلت، حدود اتكسرت، ومشاعر اتأجلت. بنستغنى لما نفهم إن الحب لوحده مش كفاية، وإن الاستمرار أحيانا بيكون أذى مش تضحية. بعد ما بنمشي الذنب بيظهر، في صوت جوانا بيقول يمكن لو كنت أهدى، يمكن لو سكتي أكتر. بس الذنب ده جزء من فك التعلق، مش دليل إن قرارك كان غلط. التعلق بيخلينا نحس إن وجودنا مرتبط بوجود شخص تاني، ولما نسيب العقل بيحاول يرجعنا بأي طريقة. الاستغناء الصحي مش فيه انتقام ولا أسوأ، هو صدق مع نفسك، مع حدودك، مع اللي تقدري تقدميه. مع الوقت تكتشفي إن السلام اللي جه بعد الاستغناء، حتى لو كان هادي ومخيف في الأول، كان أصدق مليون مرة من أي علاقة كانت بتكلفنا نفسنا.